الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. موجز أخبار يأتي حضراتكم من جامعة طنطا. أهلا بكم. رئيس جامعة طنطا يشارك في اجتماع لجنة مشروعات النواب. شارك الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا في اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وذلك لعرض رؤية جامعة طنطا في إقامة المناطق الصناعية بالمحافظة ومدى إمكانية الاستفادة من المشروعات والأبحاث العلمية بها. واستعرض استراتيجية الجامعة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم الاقتصاد الوطني، وطالب بإطلاق منصة بنكية لخدمة رواد الأعمال والمبتكرين وأصحاب المشروعات الناشئة. وأكد رئيس جامعة طنطا على أهمية الدور المحوري لمؤسسات التعليم العالي في تحقيق الاستثمار المعرفي وإنتاج مخرجات اقتصادية ذات مردود إيجابي في تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين. رئيس جامعة طنطا يشارك بملتقى تنمية الأنشطة الاقتصادية بمحافظة الغربية، ويوجه الشكر للرئيس السيسي لدعم الدولة في تمكين الشباب ورعاية الموهوبين والمبتكرين. ويستعرض الابتكارات الطلابية التي تدعمها الجامعة لدعم ريادة الأعمال وتحقيق الاستثمار المعرفي. وأوضح رئيس الجامعة دور جامعة طنطا في دراسة وتحليل وتخطيط وإدارة المشروعات القائمة على الموارد المحلية الأولية، بالإضافة إلى المشروعات الابتكارية والمبنية على الاستثمار المعرفي. وقدم عرضا تقديميا تناول خلاله شرحا للابتكارات الطلابية التي تدعمها الجامعة انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية. برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور أيمن عاشور، رئيس جامعة طنطا يفتتح معرض الابتكارات الطلابية لدعم ريادة الأعمال. وأقيم المعرض على هامش المؤتمر الدولي أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتحديات الثورة الرابعة بالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية. وأوضح الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا أن إقامة المعرض يأتي انطلاقا من مسؤولية الجامعة في تعزيز القدرات الإنتاجية وتحقيق الاستثمار المعرفي، وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة في مارس الماضي، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى دعم الابتكار والإبداع وريادة الأعمال لطلاب الجامعات بالتكامل مع قطاع الصناعة نحو التحول إلى جامعات الجيل الرابع، وتماشيا مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ومحاورها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ورؤية مصر 2030. رئيس جامعة طنطا يهنئ البابا تودروس والأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد. تقدم الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أسرة جامعة طنطا بخالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والكنيسة المصرية وجميع الأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على قداسة البابا والأخوة الأقباط بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بكل الخير والمزيد من التقدم والازدهار. رئيس جامعة طنطا يتفقد العيادات الطبية بكلية طب الأسنان. أجرى الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا جولة تفقدية بالعيادات الطبية بكلية طب الأسنان لمتابعة انتظام العمل بالعيادات والإطمئنان على جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى. وأكد الدكتور محمود زكي حرص الجامعة على تقديم كافة أشكال الدعم للعيادات الطبية بالكلية لدورها في تقديم خدمات تعليمية وتدريبية للطلاب وطبية للمرضى. إلى هنا نكون قد انتهينا من جولتنا الإخبارية، نلقاكم في موعد آخر.